عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم طريقة عمل النجريسكو. عندي كيس ونص من المكرونة القلم. غليت المية، حطيت فيها نص معلقة ملح، ونزلت من المكرونة وابتديت ان انا اقلب فيها، وهسيبها ان هي تستوي. وهبتدي ان انا اعمل كان عندي صدرين من الفراخ مقطعاهم قطع صغيرة. حطيت معلقتين من السمنة البلدي، ونزلت بقطع الفراخ بتاعتي، وهبتدي اقلب فيها تقليب كويس جدا. طبعا بتبتدي تطلع المية بتاعتها وتبتدي انها تشربها. وكان عندي بصلاية كبيرة مقطعاها، هنزل عليها الاول بنص معلقة من الفلفل الاسود. وعندي بصلاية كبيرة مقطعاها شرايح. وعندي مشروم برضو نزلت بيه. وعندي نص معلقة ملح، وعندي بابريكا، وعندي بصل بودر. نزلت بكل الكلام ده على بعضه، وابتديت ان انا اقلب فيه تقليب كويس. المشروم برضو بيديلها طعم حلو قوي، وطبعا احنا عارفين فوائد المشروم. المشروم مفيد جدا. عندي 4 كوبايات من اللبن، مجات اللي هي الشاي اللي احنا بنشربها. المرة دي انا عاملاها لكم بخلطة البشاميل، الخلطة بتاعت البشاميل اللي هي الجاهزة بتاعت بره. عشان انا عملتها لكم قبل كده البشاميل بالدقيق والسمنة واللبن، فالنهاردة هعملها لكم بالخلطة الجاهزة من بره. كل مج من اللبن عليه معلقة من خلطة البشاميل. دول 4 كوبايات من اللبن. بنزل عليها، بس ما بفتحش البوتاجاز، هنزل ب4 معالق من خلطة البشاميل. 3، 4، 4 معالق على ال4 كوبايات لبن. وابتدي ان انا اقلب فيهم تقليب على البارد، كله على البارد. ما بولعش البوتاجاز دلوقتي خالص، لازم عشان التكتلات تفك مني. وبرضه اكون مجهزة معلقة من السمنة البلدي، احطها عليها عشان تخليها لنا جوسي وطعمها حلو. معلقة سمنة بلدي. هبتدي ان انا اقلب فيها تقليب كويس جدا، ده كله على البارد، مش هفتح البوتاجاز الا ايه بعد ما احضر كل المكونات بتاعتي. نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود. وهقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها. لو حابة تعملي البشاميل عندك في البيت جاهز بالدقيق اعمليه برضو. قلبت الكلام ده كله، وطبعا كان عندي المكرونة اتسلقت. هحط نص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسود. طبعا بعد ما انا صفيتها ابتدي اقلب ده كله تقليب كويس جدا، عشان الملح والفلفل الاسود يتقلب مع المكرونة بتاعتي. ودي الفراخ بتاعتي بعد ما حضرتها وجهزتها استوت على الاخر. والبشاميل اللي ولعت عليه البوتاجاز، وهبتدي ان انا اقلب تقليب. وخلي بالك ان هو ما يكلكعش منك. هبتدي ان انا اقلب عشان افك التكتلات بتاعته بالمضرب اليدوي اللي معايا ده. لو ما عندكيش مضرب يدوي ممكن بالمعلقة برضو. كده بعد البشاميل ما خلص، هحط على المكرونة كبشتين 3 كده من البشاميل. حط كمان كبشة 3 كبشات كده، او كبشتين زي ما انا حابة. وهبتدي ان انا اقلب فيهم، وهنزل بقى بشوية من البشاميل كده كبشة ولا 2، احطهم في ايه، في الصينية من تحت، عشان ما تنشفش من القعرية بتاعة الحلة. وهقلب البشاميل مع المكرونة كبشتين اللي انا حطيتهم على قد الكمية بتاعتي. ممكن احط كبشتين، ممكن احط 3 على حسب. وابتدي اقلب فيها تقليب كويس جدا. هبتدي اقلب، وبعد كده هنزل ايه في الصينية. النص هيبقى مكرونة والنص الباقي، وبعدين هحط الفراخ قطع الفراخ، وبعدين هحط المكرونة من فوق. هنزل بالمكرونة الاول في الصينية، واسويها كده، او ابتدي ان انا اظبط فيها وافردها في الصينية بتاعتي. صينية مقاس 24 على قد الكيس ونص المكرونة. الفراخ كده متحضرة معايا وجاهزة. هنزل بيها في النص كده بالقطع الفراخ بالمشروم. هنزل في النص زي ما انا بعملها بالظبط كده باللحمة المفرومة. فالنهاردة حبيت اغير واعملها بالفراخ، بقطع الفراخ الصدور.
نزلت بيها، وبعدين هكمل باقي الكمية على الوش بتاع الفراخ، واظبط فيها بقى وافردها كويس. والبشاميل اللي معانا خلصنا الكمية كلها، ابتدي انزل بالبشاميل من على الوش، واظبط بقى واحاول ان انا افردها واظبطها تظبيط كويس جدا. احنا محدش بيختلف على البشاميل وجماله، سواء مكرونة سواء رز، اي بشاميل طبعا بيبقى له طعم جميل، والولاد كلهم بيحبوه، لانه برضو مفيد، بيبقى فيه لبن، بيبقى فيه كل المكونات المفيدة. ودي شكل الصينية بعد ما خلصت كمية البشاميل كلها، وهبتدي ان انا احطها في الفرن بتاع البوتاجاز. بعد ما احنا حطيناها في فرن البوتاجاز واستوت وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حمرة من فوق كده ومستوية وجميلة، وريحتها خرافة، وكان طعمها جميل جدا. وهنبتدي ان احنا نقطع فيها قطع كده، ولو ما عندكيش صينية مربعة ممكن تعملي في صينية مدورة زي ما تحبي. وهبتدي ان انا اقطع تقطيع كده خرط خرط، وهبتدي ان انا اطلعها كده واحطها في الطبق بتاعنا. ريحتها يا جماعة جميلة جدا، و... وريحتها وطعمها جميل جدا. جربوها بالطريقة بتاعتنا. وهنزوق فيها كده بالكابوتشا، سواء عندك كابوتشا سواء عندك جرجير، اي حاجة تزوقي بيها الطبق الخطير بتاعنا ده، وبألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناة أكلة حلوة.